ليه حضرتك يا دكتور في اوقات كتير بتصر على حضور المريض نفسه؟ لان كتير قوي بتتبعت لي التحاليل او بتتبعت لي الشكوى، وانا مش قادر عن طريق الشكوى دي احكم عليها اذا كان في التهاب في المفاصل ولا لا، بالذات لو كانت التحاليل سلبيه او كانت معاملات الالتهاب مش موضحه الالتهاب فين. اضافه الى ان في كتير قوي من الاعراض المريض بينسى يقولها، يعني المريض بينسى يقول انه مثلا عنده التهاب في الظهر وهو بيتكلم على التهاب مفاصله كلها، يقول له كل جسمي بيوجعني. طب الظهر هل فيه التهاب ولا لا؟ ده مرض معين. الحاجه الثالثه ان احنا بنحتاج ساعات نشوف اجهزه الجسم التانية، نبص للعيون، نشوف الجهاز العصبي، نشوف القلب نسمعه بالسماعه، نشوف الرئتين اخبارهم ايه، وبالتالي حاجات كتيره قوي ما بيبانش غير بالكشف. ممكن في المتابعه نتيجه بعد المسافه او اي شيء ان احنا نتابع المريض بعد ما يكون عندنا تقييم اولي ليه في الشهور الاولى عن طريق الواتس، الى ان يستطيع انه يجي لنا في خلال 3 شهور او 6 شهور.